هنعمل أكلة كشري النهاردة. الكشري اللي احنا بنعمله بالعدس الأصفر. هتغسل الأول، أهم حاجة تنقي العدس حلو عشان بيبقى فيه حصو صغير كده أو بيبقى رمل. لا، نقيه حلو وهزيه بملح كده عشان لو في أي حاجة عفرة صغيرة تنزل. ومعايا السمنة وشوية زيت عليهم. وهشوح البصلايه، معايا بصلايه مقطعاها صغير او عاملاها في الكبه، وهشوحها في الزيت والسمن. وهنقطع شويه فلفل اصفر، مش هنحط اي فلفل تاني الا الفلفل الاصفر. الفلفل الاصفر بيصفر الكشري وبيخليه حلو، يعني بيساعد مع العدس. لو عدس شويه صغيرين تحطي له، ممكن تحطي شويه كركم، حاجه بسيطه خالص. او ممكن تحطي قرن فلفل من ده تقطعيه وتعمليه معاه. او لا ده ولا ده، ولا تعملي بصل ولا اي حاجه. بنغسل شويه العدس مع شويه الرز، بيتغسلوا سوا، ونحط لهم شويه الملح وشويه السمنه ونحطهم على النار. مفيش اسرع من كده. بالطريقه اللي احنا بنعملها دي، بتجيب الفلفل والبصل وتشوحيهم مع بعض، وتحطي الرز والعدس. تشوحي العدس شويه كمان والرز كمان شويه على النار مع البصل، ياخد من طعم بعضه. وبعد كده بتحطي شويه فلفل اسود وشويه ملح، وتغطي بالميه، تغطي الرز بالعدس، يبقى مغطيه وفايض منه شويه. واحنا كده ما بنكترش الميه قوي برضه، علشان خاطر العدس ده بيطلع ميه. فنسيبه اول ما يغلي توطي عليه، بس ما توطيش قوي، نص توطيه. وبعد كده وطي عليه خالص يشرب براحته على الهادي. وبعد كده هتدفع عليه زي ما حضراتكم شايفين، الرز مفلفل والعدس مستوي والرز مستوي، والحته الفلفل اللي احنا مقطعينها باينه لسه زي ما هي فيه. والفلفل ده مديله مسكره ومخلي طعمه حلو. انت ممكن تعمليه زي ما قلنا، تعملي بس تغسلي الرز مع العدس وخلاص وتحطيه على النار. ممكن تعملي بالطريقه دي. وفي ناس بيحطوا له كركم علشان يبقى لونه اصفر شويه. هو الكيلو الرز بياخد ربع كيلو عدس. الطبيعي ياخد نص كيلو عدس عشان خاطر يبقى العدس نص الرز. بس انت ما فيش الا ربع كيلو، هتعملي بربع كيلو. اللي موجود عندك اشتغلي بيه. لايكات وتعليقات وشيروا الفيديوهات علشان قناتي تكبر بيكم. اسهل اكله المكرونه، الكشري، الحاجات اللي احنا متعودين عليها الخفيفه دي. اكله مستعجله تعملها في اي وقت وما بتاخدش اي وقت منك. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد.